كنتفاجئ بحالي بحالكم ديك البنت اللي اتصلت بالصحافه وكتقول لهم انا كنتفاجئ براجلي عريس. بعد ما انتشر فيديو العرس سامية ديكوك بنت نجاة عتابو اللي كان ليلة الخميس والأمس الجمعة، حتى خرجت واحد السيدة عبر المنبر الإعلامي شوف تيفي وقالت أن العريس راجلها ووالده معاه 2 ديال الولاد وكذب عليها وقال ليها غنمشي ندير عملية على سرطان المعدة. من موراها بيومين فقط قالت أنها شافته داير العرس مع بنت نجاة عتابو، وكانت صدمة كبيرة لسامية وكل من سمع هذا الخبر، وبالخصوص أن سامية قالت أنها كتعرفو مدة ديال 8 ديال السنوات وما عمرها حتى شكات فيه. والبارح خرجت عروسنا اللي داز على عرسها فقط 24 ساعة باش توضح للناس اشنو اللي واقع، واش داك السيد كانت كتعرفو مزوج ولا لا. والحبابي والناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج من الصباح وانا ما دايره حتى شي حاجه اللي كتحشم باش انني نبقى مخبيه وما نهضرش. انا بنت واحد الفنانه كبيره، بنت عائله كبيره، بنت عائله اللي معروفه ومشهوره، ما كنشوفش انك انا خصني نتخبى من شي حاجه. داكوغ. المهم باش ما نطولش هاد اللايف هذا بزاف، حتى انا الا ما عطيتش واحد التوضيح غيكون توضيح وحيد فقط. الا ما وضحتش هادشي اللي واقع، غادي نبقى في واحد البوزيسيون ديال انني انسانه فاشله وانسانه اللي دارت بها واللي ضعفت وصافي يأسات ومشات. وانا هادشي ما انا ما دايرش بحال هكا وطبعي ما دايرش بحال هكا. انا امي مرا قويه بزاف وتا انا قويه بزاف، من المستحيل نطيح في الفخ ديال انني انا غادي نكون في واحد لا بوزيسيون دو فيبليس. جو نسوي با كوم سا. ما علينا باش نكونوا متفاهمين. انا البارح كان عندي العرس، البارح كان عرسي وداز عرس زوين بزاف، داز عرس غزال، داز عرس بسيط بلا ما فيهش داكشي ديال الفخر وما فيش داكشي ديال العرسات الكبار اللي فيهم مع احترامي لجميع الناس وجميع اي واحد كيدير العرس ديالو كيف ما هو بغى وكيف ما هو تمنى وكيف ما هو كيشوفو غادي يعجبو. داكوغ. حنا كنحترموا لونفي ديال كل واحد. انا عرسي درتو بالطريقه اللي انا تمنيتها، يعني كنت دايره واحد 12 طبله، والناس الاقارب اللي كانوا معايا كاين بزاف الناس تقلقوا عليا لانهم ما حضروش، ولكن انا كنت بغيت العرس ديالي يكون فريمون بسيط جدا. يعني حتى من العماريه حتى من داكشي اللي غادي يخليني زعما باينه واو ما بغيتش ندير داكشي، بغيت ندير داكشي بسيط جدا بحال كاع بنات الشعب. صافي بغيت ندير داكشي بسيط جدا، وهذاك الشيء اللي درت في عرسي. داكوغ. البارح درت العرس متواضع وزوين وبقى في الحنه ديالي و حتى اليوم كنتفاجئ بحالي بحالكم كنتفاجئ بحالي بحالكم ديك البنت اللي اتصلت بالصحافه وكتقول لهم انا كنتفاجئ براجلي عريس. اختي انا بنت بحالي بحالك. داكوغ. انا ما نبغيكش تحطي في داك الموقف، وانا كنشكرك جزيل الشكر وكنقول لك ميرسي بوكو وتبارك الله عليك وبرافو عليك اللي بقيتي صامده وانك شفتي داك المنظر وشفتيه معايا. انا جو سي كو سي تري دور ا فيفر. والله يحفظ لك وليداتك وكوني على يقين والله كون عرفتو مزوج بك، لان حنا سولنا هنا في المغرب وكل شيء ما دايرش لاكت. دونك حنا كون كنت انا عارفو مزوج بك ولا حتى ب 0.1% غادي نتجرأ حتى انني نقول ليه السلام. انا ماشي تربيه هذوك وما تربيناش هكا. فانا ما كنتش عارفاه مزوج نهائيا ما عرفتوش مزوج. وكنشكرك وكنحيي شجاعتك انك طلعتي هضرتي وحاولتي توصلي لي لو ميساج. مع الاسف قلتي لهم انك صيفطتي لي ميساج ولي ستوري كانوا ديجا تنتشروا. انا ما شفتش
وما في خباريش. وحيت انا عارفوا انه باقي مجوج على ما قلتي، وهو اعترف ليا قال لي شنو كاين شنو كاين. انا اليوم دابا شنو انا لي فوندغودي 2 ان شاء الله غادي نبدا في المسطره القانونيه ديال باش اننا نحبسوا هذا الشيء هذا كامل، احتراما ليك واحتراما لوليداتك واحتراما لحياتك الخاصه معاه. انا جو سافي با، ما كنتش عارفه داكوغ. وانا العرس ديالي البارح كان البارح، وبقى بالحنه ديالي هي، يعني ما دازتش حتى 24 ساعه حتى كنتصدم بحالي بحالكم. الخير فيما اختاره الله. انا اللي كنتو عاقلين كنت قلت لكم كنت قلت واحد المنبر اعلامي ما بغيتش عرسي يتصور، ما بغيت حتى لقطه في عرسي تخرج، كنت قلتها لكم وانا داكشي اللي كنت باغا البارح. ولكن مع ذلك تحط العرس، وشوفوا سبحان الله كل ما تحطش هذا العرس هذا ما كانش ديك البنت غادي تطلع غادي تشوف السيد اللي معاها ما كنتش غادي نعرف هذا الشيء هذا واقع. ما كانش هذا الشيء هذا غادي يوضح قدامي. فالخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله يا رب العالمين. كيف ما كان الحال حنا مرضيين. وأي بنت في العالم سواء أنا بنت نجاة عتابو ولا بنت فاطمة ولا بنت سعدية ولا بنت خدوج ولا بنت مريم ولا بنت أي بنت في العالم، مع الأسف ولينا في واحد الوقت اللي كيتم النصب بشي طرق اللي ما كيتخلوش على الباب. لان انا راجلي كنعرفو مده هادي من 2018 فاش تعرفت عليه، ودرنا الخطوبه في 2022 في الاخر ديالها، وديما ديما ديما كان لو كونتاكت انا وياه يوميا، كنهضروا 24 ساعه على 24 ساعه. يعني شي حاجه اللي غتخليكم تشكوا ولو ذره ما كايناش داكوغ. فالبنات انا الا درت لا طلعت باش نوضح الموضوع باش نقول لكم كو زهري هو هذا وماشي مشكل، وهذه الحياه سي با غاف، هادشي كيوقع الخير فيما اختاره الله. المهم وانني انا الحمد لله جو سوي تري بيان انطوري، عندي صحابي وعندي حبابي وعندي عائلتي معايا، وعندي اهم حاجه في العالم هي امي. انا ماما معايا، لان حتى ماما تصدمات ما فهمت حتى شي حاجه، تصدمنا لان كانت كتبغيه بزاف وكان عزيز علينا بزاف، كنا فريمون اسره بحال هكا، كل شيء دار على الاصول ديالو، فهمتوا؟ كل شيء دار على الاصول ديالو، بالاحترام بالاداب بالكبرانيه، كل شيء دار على الاصول ديالو. ف السيده اللي معاه في قطر، انا كنقول لك شكرا بزاف انك حاولتي توصلي لي الميساج. وانا كنقول لك انا غادي نحبس هادشي هذا كامل، واخا تحسبات دابا عليا راني تزوجت وغادي نطلق، تحسبات عليا ب 24 ساعه ماشي مشكل. خير فيما اختاره الله. اهم حاجه هي الصحه. ما كذبش عليكم انا صراحه دابا حاليا كنحس بواحد الحزن عميق، كنحس بان تغدرت، لان هذا الغدر انا حيت انا هذا السيد هذا كون كان مثلا مطلق وجا قال لي فلانه انا راني مجوج وطلقت وكذا، هذه حاجه اخرى، ان ربي حلل الزواج كيف ما حلل الطلاق. ولكن ما عمر دوا معايا في هذا الموضوع نهائيا. كنقسم لك بالله اختي وسمحي لي، واخا ما درت لك انا والو، راه عليا والو، راه صدومه بحالي بحالكم، مي سمحي لي بزاف انت ووليداتك. مي انا راه ما عمري ما كنت سايقه الخبر، هادشي تصدمت بحالي بحالكم. واثنين غنساليو هادشي هذا. البنات اللي كيقولوا لي كيفاش ما عقتيش، البنات ردوا بالكم عافاكم، وبزاف ديال البنات كدار بهم، وماشي غير انا داكوغ. وهاد السيتوياسيون اللي انا محطوطه فيها دابا كتخليكم تشوفوا ان اي بنت تكون بنت شكون بغات تكون كتقدر تحط في هذا الموقف، وكيقدر يوقع عليها بحال هكا. اهم حاجه حافظوا على صحتكم، ماشي مشكل. خير فيما اختاره الله. الحمد لله كيف ما بغى يكون الحال، الحمد لله. قولوا الحمد لله وديروا غير النيه، راه ربي كيوضح كل شيء. مع الاسف انا درت لاك ديالي باقا ما كملش عليه حتى 2 سيمانات صحيحه. يعني هادشي اللي وقع، فهمتوا؟
فعافاكم. انا درت هذا التوضيح هذا غير باش ما يبقاوش، تعرف الصفحات كيبغيو يركبوا على الموجه. فبليز اللي حط شي فيديو ديال عرسي الا بغيتو، ولكن طلب خاص مني، حيدوا هذاك الشيء، حيدوا دوك لي فيديو الا بغيتو. ما بغيتوش تبقاو تسترزقوا بهم الله بصحتكم، مي انا غير كنقول لكم داكوغ اللي بغيتو ديروه. حاجه اخرى صافي باركتوا لي الزواج. كنشكركم حيت فرحتوا معايا من القلب، والخير فيما اختاره الله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا اليوم الناس اللي كيسولوا كيفاش سمعت الخبر، حيت انا كنت في مدينه اخرى وفي مدينه اخرى، عيطت عليه قلت لي راه واحد السيده طلعت كتهضر اش هاد الشيء. قال لي غير بلاتي انا غادي نشرح لك. قلت لك واش تشرح لي؟ انا ما فهمتش. قال لي راه هادشي كاين، وانا ما خفت نقول لك، ما بغيتش نتفرق عليك. وانا المهم ديك لا ديسكات ديال واحد مينوريتي ديال الرجال مع الاسف. سي با غاف، خير فيما اختاره الله. المهم اختي اللي عندك وليدات الله يسهل عليك مع وليداتك، والله يحفظهم لك والله يخليهم لك. وما بغيت حتى شي بنت تحط في هذا الموقف هذا، والله يعطيكم شي سعد حسن من هذا اللي راه ما سعد متى لعبها. المهم الله يعطيكم شي سعد زوين 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 بحال قلبكم، والله يحفظكم. وهادشي اللي كاين. وسيروا بالنيه، راه النيه والنيه ما كيخيبش، ومرضي الوالدين راه ما كيخيبش، وهذه ماشي نهايه العالم، هادشي كيوقع. وحتى الناس اللي اي واحد في العالم يقدر يتحط في هاد لا سيتوياسيون. علاش انا ما دايره حتى شي حاجه اللي هي حرام؟ تزوجنا على سنه الله ورسوله، درنا حتى شي حاجه غلط، انا ما درت حتى شي حاجه غلط، فهمتوا؟ مكليش نتخبى. على مناش غنتخبى؟ مناش غادي نتخبى؟ حتى شي حاجه ما تستاهل اني نتخبى ولا ما نهضرش. صافي باش نحدوا هاد الشيء هذا، ما يبقاوش يخرجوا حوايج اخرين ما عندهم حتى شي اساس من الصحه، باش الناس يكونوا عارفين شنو وقع في الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هادشي اللي كاين. شكرا على الحب ديالكم، وشكرا على لي ميساج ديالكم، وشكرا على السند ديالكم، وشكرا اللي فرحتوا ليا البارح. ما هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي عطا الله.